السلام عليك. يلا بقى نخزن مع بعض الملوخيه. انتوا عارفين طبعا اللي احنا في موسم الملوخيه، والملوخيه كتير قوي الايام ديت، وسعرها حلو وبسيطه على قد الايد، مش مكلفه خالص. فاحنا نخزنها بدل ما نشتري الملوخيه بس من تحت وتبقى غاليه علينا، لا هنخزنها من سنه للسنه من غير لونها كمان منغير ولا ريحتها كمان تتغير معانا. بس يلا نعملها. بس طبعا هنعملها النهارده من غير ما نخرط خالص ولا نتعب ايدينا خالص. هنعملها بطريقه سهله وبسيطه. لو حابين تشوفوا معايا الطريقه كملي معايا الفيديو للاخر. بس قبل ما نبدا لازم تسموا الله وتصلوا على رسول وتنزلوا اشتركوا في القناه عشان يوصلكوا كل جديد. عايزه بقى لايكات كتير عشان اللايكات بتفرق معايا في الفيديوهات. انا هنا جبت معايا 4 كيلو من الملوخيه الخضراء، طبعا نازله فريش، والايام دي سعرها من 10 ل8 جنيه او 7.5. سعرها حلو وبسيط ومالية السوق. انا هنا جبت معايا في حدود 6 ربط من الملوخية. هعملهم بقى، هنقيهم. اول حاجة نبدأ ننقي كده، نقي الملوخية ناخدها من الطرف، مش هناخد العيدان بتاعتها خالص اللي هي بتاعت الورقة الخضراء الصغيرة. هبدأ كده نقي اول حاجة الملوخية زي ما انا وريتكم كده. كده عملت معايا 3 بولات حلوين. هروح اغسلهم بقى واصفيهم كويس وارجع لكم تاني كده بعد ما غسلتهم وصفيت كل الميه اللي فيهم. يا ريت كمان لما نشتري الملوخيه ما نشتريش الطويله قوي، نشتري الصغيره عشان بتكون احلى ومسكره كمان اكتر في الاكل. بيفرق في طعم الملوخيه بين الكبيره والصغيره. يا ريت نجيب اللي هي العيدان بتاعتها الصغيره، ما تكونش الطويله قوي. كده بعد ما تصفوا معايا جبت حله على النار بدات تغلي معايا. هجيب معلقه من السكر، دي اللي هتحفظ لي الملوخيه، ونص معلقه من الكربونات عشان تساعدني في اللون بتاع الملوخيه يثبت معايا. معلقه السكر هتحفظ لي الملوخيه من السنه للسنه من غير اول حاجه ابدا معايا خالص. نزلت بقى اول حاجه بالملوخيه، بس كمان يكون هبدا بقى انزل بالكميه كده. نزلنا باول جزء من الملوخيه، هنبدا بقى نقلب فيه. انتوا عارفين الملوخيه ما بتاخدش غير دقيقتين، تاخد بس معايا لون من هنا ولون من هنا ونطلعها على طول زي ورق العنب. بتاخد لون على طول في التخزين، ما بتاخدش معايا اي سوا خالص. هبدا بقى كده اطلع زي ما قلت لكم، مش هتاخد معايا غير دقيقتين بس على النار. اول ما خدت لون معايا بص الكربونات ساعدها ان هي تخضر خالص معايا. هبدا كده اصفي واطلع على طول. كده هبدا اطلع كل الكميه. لازم نغسل الملوخيه كويس، وكمان الملوخيه لما تتحط في الميه بتنزل برضو شويه من الصفار بتاعها، عشان احنا لما بنيجي بنخرطها ما بتنزلش معانا الصفار ده فبينزل في الشوربه. لازم نغسلها كويس قوي عشان اي ملوخيه برضو لازم تتغسل. هتنزل صفار من الميه بتاعتها. بصوا بعد ما خلصت كل الكميه، ده اللون الصفار اللي نزل من الملوخيه بتاعتها. شايفين الملوخيه خضرة ازاي معايا؟ سيبها بقى تبرد دقيقتين 3 قبل ما احطها في الكبه او في الخلاط. اللي ما عندوش كبه ممكن عادي يستخدم اي خلاط عادي، ده ينفع وده ينفع كمان. شايفين خضرة ازاي؟ انا هنا مش هحطها في ميه ساقعه ولا اي حاجه خالص، بس مجرد ما تبرد معايا والخلاط يستحملها هنزل على طول افرمها في الكبه او في الخلاط زي ما قلتلكوا. لونها ثابت معايا ومش هيغير كمان بسبب الماده الحافظه اللي احنا حطيناها، السكر والكربونات اللي هتساعدنا على اللون. هنا انا جبت الكبه ونزلت على طول باول كميه، عشان لو حطيت عليها اول ما تطلع ميه على طول هتلاقيها غمقت معايا. وجبت نص كوبايه بس ميه من الساعه قوي. لازم الميه نص كوبايه ديت تكون ساقعه، ما نحط الشوربه عشان الشوربه ممكن مع الوقت هتغير من ريحتها. فانا هستخدم ميه مش هستخدم شوربه خالص. في ناس بتحب تخزنها بشوربه بس عشان تحفظ معاكي، زي الملوخيه اللي بره اللي احنا بنشتريها جاهزه لازم تتخزن بالميه ما تتخزنش بالشوربه. شايفين لونها بعد ما اتضربت معايا؟ ده اللون اللي انا عايزاه. هنضرب بقى كل الكميه وننزل بيها زي ما انا قلت لكم. هنزود الميه بالميه الساقعه.
اخلص بقى كل الكميه واضربها وارجع لكم تاني. كده دي خلصت كل الكمية. دي كمية ال4 كيلو. انتوا عارفين طبعا ان العيدان بتوزن، فهي مش هتدينا كمية كبيرة قوي. هنا ادتني نص بولة. شايفين الخضر بتاعها زي ما هو وثابت معايا مغيرش خالص. هبدأ بقى هنا اعبي في الاكياس. ممكن تعدليها. انا هنا الكيس معايا هيعمل 3 اطباق من الملوخية. انت حابة تزودي او حابة تقللي دي حاجة ترجعلك. واحب اعمل اكياس كده عشان ما بتاخدش معايا اي مساحة خالص في الفريزر. هسوي الكيس كويس. كده خلصنا الكمية. هتعمل معايا 5 اكياس من اكياس الخزين. الكيس بيعمل معايا 3 اطباق من الملوخية. حابة تعملي اكتر، بس قبل ما نطبخ الملوخية لازم نطلعها ونسيبها تفك خالص. بعد كده نزودها بالشوربة. ما ينفعش نطلعها من التلاجة على طول ونحط عليها شوربة وتبدأ تغلي. لا، لازم تفك معايا اكتر. دي كل الكمية اللي انا طلعتها من ال4 كيلو. انا هخزن تاني مش دول بس حبيت اوريكم ازاي اللي انا بخزنها وبحفظها. وعندي برضو ملوخية في الفريزر هطلعها واعملها برضو معاكم واوريكم ازاي انا مخزناها من السنة اللي فاتت. بتقعد معايا من السنة للسنة من غير ما تسود او لونها يغير خالص. وبس كده خلصنا الفيديو. رب الفيديو يكون عجبكم واستفدت منه. حبيت بس اقول لكم ازاي اللي انا بخزن الملوخيه من السنه للسنه من غير ما تسود او تغير ريحه معايا خالص. يا رب الفيديو يكون عجبكم. متنسوش بقى الاشتراك عشان يوصلكوا كل جديد. اشوفكم تاني في فيديو جديد.